قلت لك تاني يا صديقي بفيديو التشكيل المتوقع وتوقعاتنا للمباراة، وتعالى اقول لك التشكيل اللي ان شاء الله الاهلي يتصدر بيه الدوري قبل فترة التوقف الدولي لمنتخب مصر. تعالى اقول لك ايه التشكيل. هنلعب في حراسة المرمى بالشناوي، قدامه اتنين سرد باكات ياسر ابراهيم وياسين مرعي. على الشمال هنلعب بالمتألق احمد نبيل كوكا، وفي اليمين هنلعب بمحمد هاني اللي فايق قوي الفترة اللي فاتت. هنلعب بثلاثة في وسط الملعب قدامهم، هيبقى مروان عطيه الاداء الثابت والعالي قوي، جنبه الدبابه البشريه اليو ديانج، قدامهم محمد علي بن رمضان. وهنلعب بثلاثه في الهجوم، بن شرقي اللي هيلعب مكان تريزيجيه عشان تريزيجيه خد الانذار الثالث في ماتش الزمالك وهيغيب عن مباراه كهرباء اسماعيليه. هنلعب باللي قلب ماتش الزمالك النينجا كابتن حسين الشحات، وهنلعب قدامهم بالمخيف محمد شريف في الهجوم. قول لي بقى توقعاتك لمباراة الأهلي وكهرباء إسماعيلية، وهل الأهلي قادر على صدارة الدوري ولا هيكون في كلام تاني؟ وقول لي هل الزمالك قادر على الفوز على غزل المحلة ولا غزل المحلة هيعطل الزمالك والأهلي هيركب الدوري؟ وسلام.